واخيرا اكتر موبايلين اتسالت عليهم الفتره اللي فاتت، الاونر 400 والاونر 400 برو، واتسالت عليهم عشان الموبايلات دي جايب اسعار تنافسيه جدا فيها كل المواصفات اللي انت ممكن تحلم بيها، تصميم، ديزاين، مواصفات، معالج، كاميرات. الموبايلات تحفه بصراحه، يكاد يكون ما فيهمش اي عيوب. بس هنتكلم عن كام ملحوظه كده في الاخر. عارف اني اخرت جدا في مراجعه الموبايلات دي، ولكن انك تتاخر احسن ما تجيش خالص. المهم لو انت كنت مستني فيديو مراجعه ما تنساش تعمل لايك للفيديو وقول لي تحت ان انت كنت مستني او منتظر فيديو مراجعه، وتعالى افصص لك الموبايلات دي واقول لك يستاهلوا اسعارهم، يستاهلوا انك تشتريهم ولا في بدائل ثانيه احسن. هنبدا بالانبوكسنج ونشوف ايه اللي جاي مع الموبايلات في العلبه. اول ما تفتح العلبه هتلاقي الموبايلات، واللي انا اوريدي فتحتها وجربتها، بس انا بحاول بس اعيشك معايا التجربه. ده الاونر 400 باللون الديزرت جولد، مش ديزرت تيتانيوم مثلا يعني، بس المهم يعني هو نفس اللون بالظبط. شكله شيك بصراحه ورايق وحجمه حلو جدا فيه، بس هنتكلم عن الموبايلات كمان شويه. اما ال 400 برو جاي معايا بلون اسمه لونر جراي، بصراحه جامد قوي اللون ده، حلو قوي قوي بصراحه، درجه جراي كده انا مش عارف اوصفها يعني. هو تحس لو اصلا بيشيفت كده احيانا على منت جرين مع زاويه معينه، بس هو في الاصل هو لونه جراي. طبعا هتلاقي دبوس درج الشريحه، وهتلاقي كفر شفاف جاي مع كل موبايل في العلبه عشان تستخدمه على طول. هتلاقي برده شواحن في العلبه اللي بتدعم 100 واط، يعني شواحن عملاقه قوي بصراحه يعني، وجوه العلبه مش هتضطر تشتريهم. ولكن هنتكلم عن القدره اللي بيستحملها كل موبايل فيهم عشان هم مختلفين. تعالى بقى نبدا بالكلام عن الموبايلات ونفصصهم حته حته، ونبتدي بقى اول حاجه بالديزاين. تصميم بصراحه المره دي مختلف عن سلسله الاونر 200 لو حد فاكر، اللي كان بيجي بكاميرات بشكل كده بيضاوي في الظهر. هي الكاميرات المره دي كده جايه بشكل يعني انا مش عارف اقول ايه، يعني مثلث بس واخدين او قاصين البوز بتاعه مع كيرفات في كل حته بقى، وخاصه مع الاونر 400 برو الموبايل مكرف كله في بعضيه كده، كيرفات في كل حته، من الظهر على الشاشه ومن الشاشه على الظهر. وبصراحه شكله من قدام تحفه. الشاشه هنا 4D او منحنيه الاطراف من كل النواحي، فوق وتحت ويمين وشمال، على عكس مثلا ال 2D بتبقى من يمين والشمال بس كيرفات بسيطه، مش الكيرفات اللي هو الايدج اللي هو ممكن يضايقك او تخلي مثلا في ميس تاتش، او مثلا يخلي الموبايل سهل قوي لما يقع ان هو يتكسر. بصراحه شكل الشاشه هنا تحفه، تحس انت الشاشه كلها عايمه فوق يعني عارف انت الظهر بتاع الموبايل. المهم يعني تصميم الكاميرات اكبر شويه في الاونر 400 برو عشان كمان في كاميرا زياده. هنا 3 كاميرات لكن هنا كاميرتين بس وفلاش. وان كان انا مش فاهم ليه دي اكبر من دول، يعني مثلا المفروض دول الكبار ودي تبقى اصغر، لا هو دي الكبيره ودول اصغر، فمش عارف ليه يعني. بس عارف انت لو انت او سي دي يعني هتقعد بقى تركز ليه وتحس انت مش مرتاح. يعني مثلا هنا اهو بص، كاميرتين كبار والفلاش اصغر، ميك سنس. الظهر هنا زي ما انت شايف مسطح تماما، الموبايل فلات. هنا في كيرفات زي ما قلت لك كده، في كيرفات شويه كده في الظهر ومكبوبه على الحافه بتاعت الموبايل مش مشكله، كده كده بيستحملوا الصدمات. هم الاثنين واخدين سيرتيفيكيشن، بس هم مش محددين ايه هي السيرتيفيكيشن في ان هم بيستحملوا الصدمات عامه. الموبايلين بيدعموا مقاومه الميه ولكن باختلاف. ال 400 العادي بيدعم مقاومه ميه وغبار IP66 اللي هو مقاوم لرذاذ الميه المضغوط، يعني لا ترش عليه ميه، جاي عليه ميه بتاع الكلام ده، ما ينفعش تنزل بيه مثلا حمام سباحه او يقع في ميه معرض انه يدخل له ميه. ولكن الاونر 400 برو محمي تماما بمعماريه IP68 و69، فهو مقاوم تماما للميه، وتقدر تنزل بيه مثلا ميه او حاجه او تصور في حمام سباحه لعمق 1.5 متر ولمده 30 دقيقه. حتى كمان الحواف بتاع الاونر 400 العادي هتلاقيها مسطحه تماما، يعني بص يعني الموبايل تقدر يعني يقف كده مفيش اي مشكله، لكن ده صعب جدا انه تعمل معاه نفس الحوار، هتلاقيه بيقع من كل حته. بس طبعا اكيد ده يعني مش فيتشر يعني، بس انا بفهمك. مش عارف ليه اصلا لما كل ما ببص على الحافه اللي تحت دي بالذات في الاونر 400 برو بفتكر الايفون 6. يعني هنا بدل مدخل درج الشريحه يبقى هنا كده الاربع فتحات او ال5 فتحات بتاع السبيكر يبقوا هنا كمان مكان المايك. تحس الكيرف ده بالظبط والرفع ده كان بتاع الايفون 6 لو حد فاكر او ما حد معاه ايفون 6. الموبايلات وزنها خفيف مش تقيل. طبعا الاونر 400 برو حجمه اكبر شويه بس مش فرق كبير، وزنه اتقل شويه 205 جرام، هنا 186 جرام. ما بحبش اتكلم عن موضوع الوزن ده عشان هو الموبايل يعني خفاف، يعني مش حاجه فيتشر مهمه قوي يعني، ما تقلقش مش هتبقى ماسك قالب طوب. الموبايلات نحيفه جدا. 400 العادي سمكه حوالي 7.3 مللي، 400 برو 8.1، يعني فرق بسيط ما بينهم. بس ماسكه ال 400 العادي سهله جدا، الموبايل مسطح تماما، بالاضافه اللي هو بشاشه اصغر 6.5 انش. نفسي في الموبايلات الكومباكت القديمه بتاعت زمان كده، لو الموبايل كله في قبضه ايدك 6 انش زي الفل، حلو قوي. وهنا الموبايل فعلا يعني بص هو في قبضه ايدك، وبرده الحواف عشان صغيره جدا مستغلين واجهه الموبايل بشكل كبير جدا في الشاشه، فالموبايل فعلا حجمه مش كبير وتحسه بص في قبضه ايدك كده، يعني هو حاجه كده هاندي جدا. طبعا الاونر 400 برو اكبر شويه، هو بمساحه 6.7 انش، ده اللي هو المعتاد بتاعنا. طبعا برده حواف مش كبيره، وفكره ان الشاشه منحنيه من كل حته، فده موفر شويه في المساحه، وتحس ان الموبايل
مساحته اصغر، وحاسس انت قادر برضه توصل لكل كورنرات الشاشه بشكل عادي جدا. والفرق ما بينهم فعلا مش كبير، لما تحطهم جنب بعض الفرق فعلا مش كبير، بس يعني هو في فرق. طبعا برضه الفرق الاكبر هتلاقي في الشاشه او الخرم بتاع الشاشه ده اللي انا مش حابه خالص في الاونر 400 برو. يعني ليه اتنين؟ ما هو واحده وبتعمل كل حاجه اللي بتعمله الاتنين هنا، يعني بورتريه شغال، كل حاجه شغال، عزل تمام، كل حاجه تمام. انا ممكن اعمل واحده اهي زي دي، ليه اعمل اتنين؟ ما بقتش احبه بصراحه الشكل ده، بس هذا لا يمنع اني حابب الشاشه الكيرفد من كل حته دي، مخليها الموبايل زي ما قلت لك كده، حاسس الشاشه 4 دي كده قدامي بثلاثيه الابعاد فعلا، او تحس كده الوول بيبر هتنطق كمان شويه، هتنطق على شاشه الموبايل ده. وده مش بس بسبب الكواليتي بتاع الشاشات. هنا الموبايلين بيجي بشاشه اموليد 120 هرتز، بيوصلوا لسطوع 5000 نتس بدقه 1.5K اللي هو 1.5K اللي هو قبل 2K بشويه، وكمان بيدعموا الاتش دي ار، وبيدعم كمان التقنيه اللي هي اعلى من دي سي ديمنج اللي هي 3840 هرتز اللي جت في سلسله ال 200 قبل كده، اللي هو بيقلل جدا من الفليكرنج بتاع الشاشه اثناء ما انت بتوطي الاضاءه بتاع الشاشه. مثلا مش هتلاقي الفليكر، وتلاقي ان انت مثلا احيانا لما بتبقى موطي الاضاءه فجاه كده عينك بتزغلل او مثلا بتصدع، ده بيبقى بسبب الفليكر اللي هو اصلا مش بيبقى واضح لعينك بس بيبقى واضح قدام الكاميرات. ولكن الموبايلين دول فيهم بقى خاصيه بتقلل الفليكر ده خالص، يا شبه يكون معدوم، فبيخليك بقى وانت بتستخدم موبايل وانت موطي الاضاءه او في مكان ضلمه موطي الاضاءه جدا، ما تخليكش بقى تحس بموضوع الصداع، عينك مزغلله والحاجات دي. هكتب لك اسم التقنيه على الشاشه عشان هو طويل شويه. تقدر تتحكم في درجه الالوان وانت مش محتاج اصلا تعمل اي حاجه. فعلا الفيديوهات المعروضه على الموبايلات دي شكلها حلو قوي، والكواليتي جامده جدا وشاربنس بقى والوان بسبب الكونتراست العالي بتاع شاشات الاموليد. وكمان في اصلا اوبشن انهانسمنت للفيديو اللي هو بيزود حده والوان كده في الفيديو، ممكن تبقى تفعله وانت مش محتاج تعمل كده عامه. المهم خلصنا من حوار الشاشات ده، وطبعا مع اختلاف الشاشتين، هنا كيرفد هنا فلات تماما، فانت عندك بقى فرايتي للي بيحب ده واللي بيحب ده. لو هتشتري ندخل بقى في حته بقى السبيكس والمعالج بقى عشان هم مختلفين شويه. ال 400 العادي بيجي بسناب دراجون 7 جين 3، ال 400 برو بيجي بالسناب دراجون 8 جين 3. طبعا في فرق ما بينهم محترم، ده معالج فئه متوسطه وده معالج فلاج شيب حقيقي، يعني بص اداء مش طبيعي. وان كان على ارض الواقع هكلمك كمان شويه فعلا الاداء هما الاثنين ادائهم حلو جدا، يعني يكاد يكون مفيش اختلاف. المساحات مختلفه في الاثنين، قدام هتلاقي منه نسختين 256 وفي نسخه في بعض الدول هتلاقي 512 مع 12 جيجا رام، ده بينزل بنسخه واحده 512 مع 12 جيجا رام. الاثنين بيجوا بواجهه اونر الاخيره الاونر ماجيك او اس 9 مع اندرويد 15. الاداء صاروخي على الموبايلين سرعه جدا، لا يعني يكاد يكون فعلا مفيش فرق. ممكن تلاحظ ان في تطبيقات بتفتح بشكل اسرع بفرق مثلا ثانيه مثلا ولا ثانيتين ما بين الموبايلين، طبعا عشان هنا المعالج هنا اقوى، ففي بعض التطبيقات بتبقى محتاج عارف انت زقه كده من البروسيسور او معالج اقوى، بس الفرق يكاد يكون مش ملحوظ. يعني هما الاثنين تقريبا بيفتحوا اغلب التطبيقات بنفس السرعه الا بعض التطبيقات القليله. لكن مثلا ممكن تلاحظوا فرق الفريمات في الالعاب، لعبه مثلا زي ببجي تقدر تلعب على 120 فريم على الاونر 400 برو وعلى 60 فريم على الاونر 400 العادي، طبعا ده بسبب اختلاف المعالج. ولكن ان جيت للحق والله هو في فرق طبعا اكيد في النعومه واكتر وسلاسه اكتر لصالح ال 120 هرتز، ولكن ال 60 هرتز مش يعني حلوه جدا انا مش عايز اكتر من كده. فعلا اللعبه على الموبايلين ممتازه، الموبايلات دي في الالعاب جامده جدا سواء ده او ده. وان كان في فرق سعر محترم ما بين الموبايلين، وده بقى النقطه اللي هكلمك فيها في الاخر علشان اقول لك مين الصفقه اللي انت لازم تجيبها وما ينفعش تفوتها. ولكن الملخص الموبايلات دي جامده جدا، ولو انت بتستخدم جايروسكوب هتلاقي الجايروسكوب في الموبايلين شغال سريع جدا وبيستجيب كويس جدا. كمان الموبايلين فيهم دول سبيكر، فاللي جاي بقى مع اليمين بتسمعه من السبيكر اللي تحت، جاي مع الشمال بتسمعه من السماعه بتاع المكالمات. وكمان بيقدروا يوصلوا ل 200% ان انت تقدر تعلي الصوت مش 100% بس، وصوتهم عالي جدا وممتاز جدا. تعالى اسمعك صوت مثلا ال 400 برو كده، بيحصل فيها فليكرنج او اللي هي الرعشه اللي ممكن نشوفها تحت الكاميرا. شاشه منحنيه الاطراف تماما من كل الجهات، بصراحه الشاشه تحفه. معالج قوي سناب دراجون 7 جين 1 الاكسلريتد اديشن، النسخه المحسنه او اللي هم عاملين في التردد بتاعها شويه. ده كان فيديو اونر 90 السنه اللي فاتت، مش عارف الصوت ازاي عالي كده. وده مثلا ال 400 العادي اتكلم عنه النهارده وهو الاونر 9. قبل ما نكمل الفيديو اضغط لايك للفيديو واعمل سبسكرايب انت مش مشترك. تعالى اقول لك ليه الموبايل ده صفقه ممتازه وما ينفعش تفوتها. اولا الماتيريال والديزاين بتاع الموبايل بصراحه بريميوم جدا، يعني نفس العلو بالظبط نفس الدرجه. وان كنت حاسس شويه ان ال 400 برو اعلى حاجه بسيطه خالص، بس الميزان ده عالي جدا. وكل ده بقى مع بطاريه 6000 ملي امبير في الموبايلين، والموبايلين بيدعموا الشحن السريع اللي جاي مع الموبايلات في العلبه. ولكن ال 400 العادي بيدعم 80 واط من اصل 100 واط، و80 واط ده فرح. ولكن
ال 400 برو بيدعم ال 100 واط كاملين، فالموبايلات دي بتدعم سرعه شحن مش طبيعيه. طبعا اداء البطاريه هيكون افضل مع الشاشه الاصغر اكيد طبعا، مش محتاج اقول لك، بس بفروقات مش كبيره عشان فرق الشاشه ما بينهم 2 من 10 انش تقريبا، فالفروقات مش كبيره، بس الاداء اكيد احسن بفروقات بسيطه لصالح الشاشه الاصغر عشان اختلاف التردد ما بين معالج فئه متوسطه ومعالج فلاج شيب، ولكن الاثنين بيجوا بنفس المعماريه 4 نانومتر. انتاج الحراره طبعا فيه اختلاف ما بين ال 400 العادي وال 400 برو. 400 برو تردد اعلى اقوى حراره اكتر شويه، ولكن اللي هي ما زال في اطار المقبول اللي هو العادي، مش هتحس الموبايل سخن اللي هو بطريقه اللي انا مش قادر استخدمه. 400 برو الحراره كنترولد بشكل اكبر، وبرده زي ما قلت لك في اطار المعقول. نيجي لنقطه اختلاف ثانيه مهمه ما بين الموبايلين بقى، وهي الكاميرا الاساسيه في الاثنين ثابته، ودي حاجه عظيمه جدا. 200 ميجا بكسل دعم الاو اس او مثبت البصري، كاميرا محترمه جدا بتطلع نتائج صور في الموبايلين حلوه جدا جدا. اول ما بتلقط الصوره اتقل ثانيه كده هتلاقي السوفت وير بقى بيعمل السحر بتاعه، انت بتبقى شايف الصوره عاديه جدا ما فيهاش اي حاجه، او يعني صوره بكاميرا عاديه مش 200 ميجا بكسل، وفجاه كل حاجه بتتحول قدامك، الشاربنس، الالوان، السطوع، الدايناميك رينج، كل حاجه بتتظبط في نفس اللحظه. والكلام ده بيحصل على الموبايلين. طبعا نتائج الصور انا معجب بيها بشكل اكبر على البرو، مش عارف ليه، في فرق كده طبعا عشان فرق المعالجه بتاعت المعالج نفسه، في فروقات في المعالج، فالمعالج بيأثر شويه في نتائج المعالجه بتاع الصور، ولكن المجمل الاثنين حلوين جدا. الفرق الاكبر ان في كاميرا تيلي فوتو موجوده في الاونر 400 برو، واللي هي ال 50 ميجا بكسل اللي بتوصل ل 3 اكس اوبتيكال زوم، وبعد كده بتوصل لغايه 60 اكس ولكن بشكل ديجيتال. والكاميرا دي مش هتلاقيها في النسخه العاديه او ال 400 العادي، ولكن هتلاقي في الاثنين كاميرا الترا وايد 12 ميجا بكسل بتطلع نتائج صور حلوه جدا لو انت عايز تاخد صور بزاويه واسعه. الموبايلين بيصوروا فيديوهات 4K ولكن مفيش 8K، مش عارف ليه حتى في النسخه ال 400 برو، ولكن هتقدر تصور فيديو 4K في الكاميرا الاساسيه والكاميرا السيلفي في الموبايلين. يعني انا قلت ال 400 العادي ممكن ما يكونش بيشغل 4K في الكاميرا السيلفي، ولكن هو بيدعم 4K في الكاميرا السيلفي، فجامد جدا بصراحه. والمميزات دي مش هتلاقيها في موبايلات كتيره، حتى في فئه ال 400 اللي يعتبر اقل بكتير من ال 400 برو. الكاميرا السيلفي في الموبايلين واحد 50 ميجا بكسل هنا وهنا، ولكن يزيد هنا ان في يعني ثقب تاني جنب الكاميرا مش عارف بيعمل ايه بالظبط، ولكن المهم ان الموبايلين بيطلعوا صور سيلفي حلوه جدا. ال 400 برو الصور عليه او السيلفي مش بيفرقع قوي، ولكن تحس ان هو مش موزون كده زي ما ال 400 بيظبط، وخاصه في البورتريه كده كده مش هتلاقيها مفرقعه في ال 400 العادي، هتلاقيها برده مظبوطه، ولكن هي احلى بكتير في البورتريه على ال 400 برو، ويمكن يكون دي وظيفه الكاميرا الثانيه الله اعلم، بس انا شايف ان ممكن حاجه زي كده تتظبط بسوفت وير ابديت. والماجيك او اس 9 فيه مميزات ذكاء اصطناعي كتيره جدا بقى، لو قعدت اسردها لك من هنا للصبح محتاجين فيديو. زي ابسط الحاجات الاي اي اريزر، لو انت في حاجه في الصوره مش عاجباك مجرد بس حدد عليها وامسحها، وهو شاطر جدا بصراحه، بيحددها كويس ويمسحها وكانها ما كانتش موجوده اصلا، وكمان بيعمل فيل وراها بنفس الكالر او نفس الحاجه اللي كانت ورا اللوجو مثلا اللي انا شيرته مع التيشيرت. وفي خاصيه ثانيه اسمها اي اي اوت بينتنج، لو انت مثلا صوره عندك كادر بتاعها صغير او حاسس الكادر كده مش واسع، انت مجرد ما بتختار الصوره وتدوس على اي اي بينتنج، هو بقى بالذكاء الاصطناعي بيعمل لك فيل ويملا لك الصوره ويوسع لك الكادر بنفس التفاصيل اللي كانت حواليه. وفي صوره مثلا زي اللي انا حاولت ان انا اوسع الكادر بتاعها، كان ورايا خلفيه شجر صعبه مش سهله خالص، بس بصراحه ظبطها ظبطه محترمه جدا، وكأن انا الكادر ده اللي انا كنت متصور فيه فعلا. عندك كمان خاصيه الاي اي اب سكيلينج، لو انت الصوره عندك متصوره بكواليتي وحاسس ان هي مش احسن حاجه، او صوره مهزوزه، او واخد صوره مثلا متصوره موبايل تاني والصوره الكواليتي بتاعها مش احسن حاجه، الخاصيه دي بتحسن لك وتعلي لك بقى الشاربنس والحده والتفاصيل اللي في الصوره، كله طبعا عن طريق الذكاء الاصطناعي. وعندك برده في كام خاصيه لذاذ جدا، في حاجه اسمها انستنت فيديو، لو انت مثلا عندك كام صوره عاوز تعملهم تجمعهم كده مثلا لصاحبك في عيد ميلاده بتاع الكلام ده، وعايز كده فيديو في السريع، انت بتحدد الصور وهو بيعمل لك ميوزك اللي انت ممكن تغير الميوزك دي، بيحط ترانزيشنز ما بين الصور بطريقه لطيفه، لو انت عايز حاجه بسيطه سريعه في لحظه كده تبعتها لحد، وتقدر تعدل على كل الايفكتات اللي بتحصل جوه الفيديو براحتك. وكمان في تمبلتس جاهزه هو بيديها لك، مجرد بس انت بتحط الصور. وفي كمان خاصيه اسمها فوتو تو فيديو، ودي خاصيه انت بس بتختار صوره ثابته عاديه جدا، هو بيحولها بالذكاء الاصطناعي لفيديو، وهتنبهر من النتيجه بتاعتها. فمميزات حلوه جدا بصراحه، هتخليك تقعد تلعب كده في الصور وتلعب مع الموبايل شويه حلوين. في بقى شويه حاجات زياده ما ينفعش ما نتكلمش عنهم، في كل الحاجات بقى السنسورز اللي انت محتاجها. بالنسبه للبروكسيمتي سنسور هو موجود، ولكن موجود التراسونيك وشغال كويس لما بترفع الموبايل على ودنك او اثناء المكالمات، شغال كويس ما تقلقش. سيلوميتر، بوصله، جايروسكوب لو انت بتستخدمه مع الالعاب، هتلاقي بصمه تحت الشاشه طلقه في الموبايلين، المس بس البصمه، سواء بقى الشاشه مقفوله مفتوحه الاثنين طلقه. هتلاقي كمان انفراريد بورت عشان تستخدم موبايلات زي ريموت لكل الاجهزه اللي بتستخدم ريموت عندك في البيت،
تحتاج بقى تولع التكييف او تدور بقى ريموت التكييف وما اعرفش ايه، كل الحاجات دي ممكن تسجلها على الموبايل وتستخدم الموبايل كريموت. مايك ثانوي لعزل الضوضاء موجود في الموبايلين. NFC طبعا موجوده في الموبايلين. كمان ال 400 برو بيدعم واي فاي 7، ولكن 400 عادي بيدعم واي فاي 6 اللي هو برده سريع، بس ده واي فاي 7 اللي هو احدث حاجه. ومن مميزات الموبايلين ان هم بيدعموا الشريحه الالكترونيه الاي سم، ودي ميزه مش هتلاقيها في موبايلات كتيره دلوقتي، يعني هي ابتدت تنتشر واتمنى كل الشركات تدعمها. وحاجه كويسه برده ان هم حاطينها في النسخه العاديه والنسخه البرو. في حاجتين مش موجودين في الموبايل في حاله لو هم هيفرقوا معاك. اول حاجه ان مفيش مدخل 3.5 مللي، وطبعا عشان سماكه الموبايلين قليله جدا، وكمان مفيش مدخل ميموري كارد، هتستخدم شريحتين بس في درج الشرايح. المهم بقى تعالى بقى نتكلم عن اسعار الموبايلات دي. الاونر 400 العادي موجود بنسختين 256 و 512، والاثنين بضمان محلي موجودين في مصر وبرضه موجودين في السعوديه والامارات. النسخه 256 جيجا بيبدا سعرها من 21000 جنيه، والنسخه 512 سعرها حوالي 23000 جنيه، والاسعار بالدولار والدرهم والريال السعودي هتلاقيها ظاهره قدامك على الشاشه. اما بالنسبه للنسخه ال 400 برو، هي نسخه واحده 512 جيجا سعرها دلوقتي حوالي 34500، في السعوديه 2700 ريال وفي الامارات 2500 درهم. بالنسبه لي لو هتسالني يا بيتر ايه الصفقه اللي يعني فعلا ما تعوضش، الاونر 400 العادي بصراحه السعر المواصفات كل حاجه تقريبا انت واخد كل حاجه موجوده في ال 400 برو ما عدا الكاميرا التليفوتو والمعالج الاقوى طبعا الفلاج شيب، واللي هيخليك تدفع فرق من حوالي 11 ل 13000 جنيه على حسب انت هتجيب انهي نسخه من ال 400 العادي او ال 400 برو. صفقه بصراحه ما تعوضش، وده ما يمنعش ان ده صفقه حلوه جدا واللي هو بيقدم لك تجربه فلاج شيب كامله، ولكن بنص سعر تقريبا فلاج شيب. يعني ما فيش فلاج شيب حاليا في اي شركه ثانيه سعره 34000 جنيه، وبضمان محلي موجود في السوق المصري. انت ممكن تلاقي موبايلات ثانيه بس هتجيبها من بره تكون بسعر قليل ولسه هتدفع لها ضريبه، وده لكن صفقه قاتله لو انت بتفكر عايز موبايل فلاج شيب وعايز سعر حنين ويديك كل مواصفات الفلاج شيب. ال 400 برو قولا واحدا. بتفكر في موبايل فئه متوسطه، ال 400 العادي هيقدم لك كل اللي انت عاوزه. ولو نفسك في ال 400 برو بس مش معاك الفلوس او خلاص قفلت على ميزانيه 21 22، ال 400 فعلا هتنبسط معاه جدا. فانا دلوقتي عرفت الناس ليه بتسال على الموبايلات دي. الموبايلات دي فعلا صفقه حلوه جدا وبيقدموا اداء كويس جدا بسعر محترم، وكمان اهم حاجه اللي هي بضمان محلي، مش بقى لسه هتشتري وتدفع ضريبه او الجو ده. لكن لو انتوا شايفين في موبايلات ثانيه حابين ان انتوا تقارنوهم مع الموبايلات دي، اكتب لي اسمها تحت الفيديو في الكومنتات وان شاء الله احاول اعمل لكم مقارنه ما بينهم. بس يا سيدي كده اكون خلصت. اتمنى يكون الفيديو عجبك، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب عشان تشوفني في الفيديوهات اللي جايه. ولو انت محتاج مقارنه سيب لي اسم الموبايل تحت الفيديو في الكومنتات وان شاء الله هحاول اعمل لك المقارنه. بس كده اشوفك على خير في الفيديو اللي جاي. سلام.